اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل ويا صباح الهنا ويا صباح الياسمين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير يا رب، اللهم امين. النهارده انا رحت السوق يا جماعه، وما ادراكم ما رحت السوق. انا بكره يوم السوق ده جدا. هنا بطلع الحاجات كده اللي في شنطه السوق. بس قبل ما نبدا الفيديو مع بعض، ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه لتوتا محمود لو كنتم لسه اول مره تشوفوني، وان شاء الله مش هتبقى اخر مره. هنا جبت خيار وورق عنب. الورق العنب كان حلو النهارده، كان ب20 جنيه. انا بسمع اسعار خزعبليه الصراحه. الورق العنب ب80 وب60، مفيش الاسعار دي يا جماعه. ورق العنب ب20 جنيه جايباه. والخيار كان الكيلو بكام يا ربي؟ كان كيلو ونص ب10 تقريبا، او الكيلو ب5. الكيلو ب5 جنيه. والليمون الربع كيلو ب5. والطماطم الكيلو ونص ب10. الكيلو كان ب6 يا رب. جبت الاتنين ونص ب15. بس ما جبتش حاجات كتير، لان احنا عايزه اقول لكم بقى احنا هنبدا دايت. حطيت البيض يتسلق، يعني اكل الدايت بقى. وجبت اللبن. هنا اللبن ده كان حمدي جوزي كان جايبه لي قبل ما يمشي، ربنا يبارك لنا فيه يا رب. قلت له كده هات لنا كيلو لبن، علشان لما بتمشي مش بنلاقي حد ايه يروح يجيب لي يعني. هنا جبت الاستاذ كوكو، قعدت على الرخامه كالعاده. هيشيل كل حاجه يحدفها لي على الارض. هجيب هنا بقى كام خيارتين كده ولا حاجه. انا خدت هنا خياريه كبيره. وهنبدأ نجهز في فطار أول يوم دايت يا جماعة. خلاص الحقيقة المرة دي اللي أنا كنت مخبيها عليكم يا جماعة. أنا زدت 5 كيلو في رمضان. ما هم أدراكم ما 5 كيلو في رمضان. أنا أصلا كنت عايزة أخس 10 كيلو قبل رمضان. ومن يوم ما فطمت أحمد ابني فطمته بقالي 4 شهور، كل يوم هقول أعمل دايت، هعمل دايت، هعمل دايت، ومفيش حاجة بتتعمل. فخلاص هنعمل دايت، وإن شاء الله ربنا يثبتنا على اللي احنا فيه. جبت بقى حته جبنه قريش كده، وحطيت عليها شويه زيت زيتون. اللي ما بيحبش الجبنه القريش ممكن يشتري جبنه اللي هي طبيعيه 100%، بس دي غاليه قوي. فهاتوا بقى الجبنه القريش دي، وحته جبنه قريش وخياريه كبيره قطعوها زي ما انتوا حابين. وثلاث بيضات. انا ده النظام اللي انا بمشي عليه: 3 بيضات، حته جبنه قريش، وخياريه كبيره. وقبلها بكون شاربه كوبايتين ميه. انا شربت كوبايه، والكوبايه التانية دي هشربها كده ايه في وسط الاكل. شرب الميه كتير جدا جدا. لازم تشربي ميه كتير علشان يعوضك عن السوائل اللي جسمك هيفقدها اثناء الرجيم. هنا انا ما قدرتش اكمل حته الجبنه القريش كلها، لان زي ما قلت لكم بتملي معظم بطنك بالميه. وطول النهار بقى خلي الميه قدام عينيك. هنا كنت اديت الحاجات ليوسف اخويا دخلها التلاجة. هنا بقى الخضار والحاجات دي انا مش بغسلهم واحطهم في التلاجة، لان ما عنديش العلب اللي بنحط فيها الخضار بعد ما بيتغسل. طبعا كده خلاص المطبخ كان خلص، والطبقين اللي انا فطرت فيهم شطفتهم كده على السريع. ندخل بقى على المدعكه اللي احمد ابني بيعملها يا جماعه في الصاله. وما ادراكم ما اللي احمد ابني بيعمله. والله العظيم يا جماعه المنظر اللي انتوا شايفينه ده بيبقى في اليوم 20 مره 30 مره مثلا. وطول النهار جردل الالعاب اللي انتوا شايفينه ده يترمي ويتشال، يترمي ويتعبى، يتفضى ويتعبى، وهكذا طول النهار. طب بقى الدفايه دي كان الجو بالليل امبارح كان برد جدا. معرفش عندكم كان عامل ايه. يعني قولوا لي اخبار الجو عندكم ايه؟ برد زي عندنا ولا لا؟ احنا مش عارفين الصيف هيجي امتى الصراحه يعني. صيفنا بعد ما صيفت لاحمد ابني، رجعت لبسته باضي تاني تحت التيشيرتات ام نص كم. فربنا يا رب يلطف. شويه بالنهار حر وبالليل ساقعه، فربنا يسترها يا رب. هنا احمد ابني بقى كان مسك الخيرايه وهرى خاله يوسف تف. احمد ابني عنده مرض التف يا جماعه. لو تعرفوا وسيله او طريقه اخليه يبطل داء التف ده، قولوا لي. شلت بقى الكوفرته ديت بفرشها، علشان السجاده ديت متعبه جدا في غسيلها. فبفرشها كده وقت الاكل. طول ما انا قاعده انا واحمد ابني في الصاله بفرشها علشان تشيل اي وساخه. بروح شايلها كده ومنفضاها من البلكونه، وخلاص خلص الموضوع. برضو بكنس بالمكنسه. هنا الصور دي كنا مصورينها في العيد. كوكو اهو. بالمناسبة يا جماعة أنا ابني اسمه كوكو. بنقول له يا كوكو، بندلعه يا كوكو. هنا كنت بمسح الأطراف بتاعة المكتبة، لأن البلكونة عندي جنب المكتبة على طول، فبتوسخها بتدخل تراب. وإن أيام ديت هوا شديد جدا، فاتعفرت من عندي من بلد التراب اللي دخل في البلكونة يعني. هنا بقى بكنس كده، ودايما لازم نكنس على طول، وخصوصا اللي عندهم أطفال. وأحمد ابني أي حاجة بتاع في الأرض بيشيلها يحطها في بقه، فلازم نكنس على طول كده. السجاده دي يا جماعه تقل والله العظيم. انا بندم ان انا جبتها تقيله قوي. ما تجيبوش سجاد تقيله يا جماعه، بيتعب في تنظيفه.
هنا واخدين بالكم من اللعبه اللي انا لازقاها على المكتبه دي لاحمد ابني، في الراحه وفي الجايه يقعد يخبط فيها بتقول كده يعني. بروح داخله برضو على البلكونه كده، مديها برضو ايه شفطه بالمكنسه كده. برضو الهوا كان مبهدل الدنيا، تراب في البلكونه، ومهما اكنس في البلكونه برضو ما بيبانش عليها نظافه، اقسم بالله. احلى حاجه عندي في البلكونه ان انا عندي ستاره في البلكونه، بس الهوا بقى لما بيشتغل بيعمل احلى عمايل فيها. هنا احمد ابني لازم يحط التاتش بتاعه في المكنسه، يفضل يتك على الزرار يشغلها ويعمل. بالمناسبه يا جماعه المكنسه ديت حلوه قوي قوي لو انتوا بتجهزي عروسه بتجهزي، او عايزه تجيبي مكنسه حلوه يعني. المكنسه دي اسمها هيتاش، تحفه قوي في الاستعمال، جميله جدا جدا. نكنس بقى الطرقه. وبالمناسبه برضو يا جماعه ما تفكروش لو انت عروسه بالجهاز تجيبي سجادك فيه ابيض زي بتاعي كده وفي الوان فاتحه، لان انا بندم برضو بعد ما جبت احمد ابني. بتتوسخ بسرعه جدا جدا، وخصوصا لو في اطفال. شايفين بيموت في حاجه اسمها مكنسه، لازم يمشي ماسكها كده. بس كده خلاص خلص بقى الفيديو اهو. ما تنسوش تحطوا لي لايك وتصلوا على حبيب المصطفى. هنا بقول لكم ورق العنب ده هعمله معاكم في فيديو تاني. خلاص هنا اهو. والصلاة كمان كانت، وأوضة الأطفال اللهم بارك يعني. والله العظيم ده كله ما هيكمل 5 دقايق وهيكون خلص. القناة بقى بتاعت لولو دي الله يخرب بيوتهم. ما تنسوش تصلوا على حبيب المصطفى وتدعوا الحماية بالرحمة والأم بالشفاء.